يا رب وفقنا بالأجواد يا رب، اللي على سلاف النقا والعوايد، ذي ما تعلم ويش يقرا ويكتب أصبح يعلم راعين الشهيد. أبو محمد قال الهجس اكتب واختار من عذب الحروف الفرايد، وشلها له انت يا شبل يا حصوب، يا حي صوتك ذي للقصايد. اطربتنا بالصوت يا عز مطرب، في صوتك العذب الفريد المحايد، والوقت وانا اخوك يا صاح متعب، خلى النشامة ماشية على الحدايد، والفصل صباح له مكانه ومنصب، والجد وابن الناس في البيت راقد، ذي ما تعلم وش يقرا ويكتب أصبح يعلم راعين الشهايد، بعد عشاء السعد نتجرع القلب، والفقر بين أوساطنا صار ساير، حتى الصاحب صار أغلب الناس يصعب للمصلحة من أجل ناقص وزايد، والصاحب اللي بالعوافي بيقرب لا تأمنه واسمع علي ولد زايد، ما صاحب إلا وقتها حين تطلب فزعه يلبي عند شد الشدايد، وانا علي بن صالح اعتز واحسب للصاحب الوافي وعده سنايد، وقف معه من فجر حيث تغرب، واسري معه في المقربة والبعايد، يا رب بعض الأخ يلقيك في الجوب، ورب صاحب زند يدك وساعد، يا رب وفقنا بالأجواد يا رب، اللي على سلاف النقا والعوايد. أبو محمد قال الهجس اكتب واختار من عذب الحروف الفرايد، وشلها له انت يا شبل يا حصوب، يا حي صوتك ذي للقصايد. اطربتنا بالصوت يا عز مطرب، في صوتك العذب الفريد المحايد، والوقت وانا اخوك يا صاحب متعب، خلى النشامة ماشية على الحدايد، والفصل صباح له مكانه ومنصب، والجد وابن الناس في البيت راقد، ذي ما تعلم وش يقرا ويكتب أصبح يعلم راعين الشهايد، بعد عشاء السعد نتجرع القلب، والفقر بين أوساطنا صار ساير، حتى الصاحب صار أغلب الناس يصعب للمصلحة من أجل ناقص وزايد، والصاحب اللي بالعوافي بيقرب لا تلمنه واسمع علي ولد زايد، ما صاحب إلا وقتها حين تطرب فزعه يلبي عند شد الشدايد، وانا علي بن صالح اعتز واحسب للصاحب الوافي وعده سنايد، وقف معه من فجر حيث تغرب، واسري معه في المقربة والبعايد، يا رب بعض الأخ يلقيك في الجوب، ورب صاحب زند يدك وساعد، يا رب وفقنا بالأجواد يا رب، اللي على سلاف النقا